السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ زي ما احنا شايفين كده النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض المنين او القراقيش التحفة جدا. هنعملها مع بعض بنكهة الشمر واليانسون، وهنزوق جزء منها بالسمسم، وهنشوف مقاديرنا، وهنشوف شكلنا ازاي، وهنقول كل حاجة، وهنقول أسرار التسوية مع بعض. تعالوا يلا. هنبدأ وصفتنا ونقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنقول المقادير. أنا النهاردة هستعمل إن شاء الله كيلو ونص دقيق. كيلو ونص دقيق ده هحتاج له ظرف فانيليا، ظرفين فانيليا، ظرف خميرة، ظرف كيك شيف. هحتاج له 3 معالق سمسم. طب تعالوا نقول المكونات واحنا بننخل الدقيق. انا هنخل هنا الكيلو ونص دقيق ما عدا حوالي كوبايه صغيره، كوبايه شاي كده، وهقول لكم ليه دلوقتي. يعني بتاع كوبايه، ما حبيتش احط الدقيق كله الا لما اشوف المكونات في الاخر. هحط عليهم نص كوبايه سكر مطحون، هحط عليهم 3-4 معالق نشا، هحط عليهم 3 معالق لبن بودر، هحط عليهم ظرف بيكنج باودر، ظرفين فانيليا، هحط عليهم معلقتين كبار شمر على ينسون متحمص ومجروش نص جرش، و3 معالق سمسم ابيض، ورشة الملح، ونص كوباية السكر المطحون او سكر حبيبات اللي يعجبكم. المهم يعني ايه، كل المقادير الجافة دي هنحطها على بعض، ومعانا معلقة الملح الصغيرة ما ننساهاش، وظرفين الفانيليا، كل ده حطيته. ومعايا كيلو الا ربع سمنة، عبارة عن نص كيلو سمنة على ربع كيلو زيت. يعني مثلا انا حطيت لهم بتاع كوباية شاي زيت كده، بتاع ربع كيلو او اقل من ربع كيلو. يعني نقصت من الكيلو الا ربع سمنة مقدار كوباية شاي، حطيت بدلها زيت. يعني كل المقادير المادة الدهنية بتاعتي تبقى كيلو الا ربع. وحطيتهم كده وابتدينا نبس العجين مع بعض. هقول لكم المقادير تاني على ربما تكونوا انتوا مش واخدين بالكم. ومعايا هنا اهو بصوا كوبايه ميه دوبت فيها ظرف كوبايه ميه دافيه، زودت دوبت فيها ظرف الخميره، ومع معلقه سكر لحد ما اتفعلت مع بعض. وهفضيتي ايه، اضيفها كده حبه في حبه، وهو العجان بعد ما بس كويس السمنه على الدقيق على المكونات اللي انا حطيتها لحد ما تتكون معايا العجينة، ما بتشققش بعد ما اكورها بالراحة ايديا زي ما احنا متعودين في العجن. هفضل احط كده. انا هنا بعد ما حطيت كوباية المية لقيتها محتاجة بتاع معلقتين مية كمان. هنا تكوني حريصة جدا، مش تدلقي مية وخلاص، هي معلقة في معلقة. بصوا لحد ما اختبرتها كده لقيتها بسم الله ما شاء الله اهي زي الفل. اغطيها كده وابتدي احضر حاجتي واحضر الصاجات والحاجة. ما بنسيبهاش تختمر الا بعد التشكيل، مش نسيبها بقى زي المعجنات تختمر وبعد كده نشتغل، لا. هنا بقى خدت قطعة ولازم اضغطها كويس ما بين ايديا علشان اما اجي ابرم العجينة بتاعة القراقيش بتاعتي او المنين ما تفلقش او تبقى طالعة من جوه مهوية ومفرغة، او تيجي تطلعيها بعد كده تتكسر منك. لا، لازم اكون مسمغه العجينه في ايديا كويس، وبعد كده ببرمها عشان اطلع منها اي فقاعات هواء او اي حاجه بضغطها بايديا. وبعد كده ببرمها وبعدين ابطها بايدي تبقى كلها متساويه، واسويها من الجناب، واجيب قطاعه مشرشره زي اللي انا عندي ديت، او سكينه، او العجله اللي بنقص بيها، وتقطعي المنين صوابع او التشكيل اللي يعجبك. هنعمل دلوقتي منه شكل تاني جميل جدا وظريف. عايزة اقول لكم الشكل التاني كان سبحان الله العجينة واحدة بس مختلف ليه؟ لان الشكل التاني انا كنت متخنة العجينة شوية، اصبحت ادتني طعم اكني عاملة قرص على هيئة مثلثات. يعني القرص بتلاقوها يعني ناشفة، يعني
بتبقى طرية شوية عن القراقيش. هي كانت الطعم كده سبحان الله. انا كنت بجد يعني عاوزة اعمل منها بعجوة، بس في اليوم ده انا ما لقيتش عجوة متوفرة عندي. فاشتغلتها كلها يعني سادة كده. بنحاول نظبط ايدينا والمقاس كله يبقى واحد، وبالرص اهوت في صاج مش مدهون ولا حاجة خالص. القراقيش ما بندهن لهاش ولا هي ولا الكحك. تمام كده. وبركن الصاجات والحاجة جنبي لحد ما الحاجة بتختمر. هنا برضو اهو بكمل بنفس النظام اهو. هنا برضو انا كده تقريبا برضو لسه هعمل برضو نفس القراقيش او المنين الصوابع. وانا برضو في القناة قبل كده عملت لكم اللي عايز يعرف ابو عجوة اتشكل ازاي او كده، يعني يعني يرجع للفيديو اللي انا عملته قبل كده في حاجة العيد. هنا بقى بعمل اهوت المثلثات. بصوا يعني انا باخدها مرة يمين ومرة شمال كده بعوجة عشان اطلع الشكل الجميل دوت. الحاجة في البيت صراحة هي بتتكلف بس اوفر وانضف واطعم من بره بكتير. الحاجة دلوقتي بره بقت غالية وبقت سيئة جدا، يعني الطعم ما بقاش حلو زي زمان. فبكيلو ونص دقيق وشوية سمنة من البيت عملنا يعني بسم الله ما شاء الله حاجة كويسة جدا. هنفضل بقى نرص حاجتنا كده. اي نعم بص ما بنزنقش قوي ولا بنفتح قوي، يعني بنخلي الدنيا كده فيها ايه، في مساحة بين الحاجة. هنا بقى انا عملت صاج منين صوابع وصاج مليته بالمثلثات. فاض عندي حتة عجينة للأسف. هنا بقى النور قطع في حتة كده فاتتكم. حتة العجينة اللي فاضت دي انا زودت عليها 4 5 معالق دقيق من اللي كانوا فايضين عندي على نص كوباية مية، ورحت عجناهم تاني. عشان هنا انا يعني جات لي فكرة ان انا عايزة اعمل شوية ايه زي باتون ساليه كده. قلت هشوف العجينة دي هتبقى ايه. هي مفروض ان انا تقريبا كنت ازود مية تاني او دقيق تاني. هي طلعت طعمها حلو جدا جدا جدا، بس برضو كانت ناعمة، مش طعم الباتون الساليه اللي هو يعني ناشف شوية. بس انا ايه يعني طعمها كان حلو، بس كان انت تعملي منها كمية كده لا، كانت ناعمة برضو واتكسرت على الطول اللي انا عاملاه. تقريبا هي كانت عاوزة يعني شوية دقيق زيادة. بس الصراحة في الوقت ده هنا النور كان قطع وزهقني شوية، وبقيت يعني عايزة اخلص وعايزة حتى الحتة دي ما تصورتش اللي انا بحط فيها الدقيق والميه. بس انا بقول لكم اهوت انا كنت ممكن زودت شويه، بس هي ايه ما كانتش كتيره قوي. بس هقول لكم يعني اتنسفت. انا هجيب لكم الطبق في الاخر. ما يعني ما كانش فيها الا حبه صغيرين وكلناهم برضو واحنا واقفين، اللي لحقت اصور منهم. كانت جميله جدا، بس كانت عايزه تتزود شويه دقيق تاني وميه كتير، ميه اكتر، لان الميه يا جماعه بتنشف العجين. هوريكم دلوقتي كل حاجة. وهنا طبعا انا بعد ما خلصت وسبتها طبعا ما قعدتش بتاع ربع ساعة ولا حاجة لان كان الجو حر جدا. هدهنهم بس بشوية لبن ومعلقة سكر ورش سمسم. هنا بقى هو برضو بوريكم يعني كنت انا بقى كطفاية كام واحدة قرقوشة كده، زنقت الصاجات عشان احطهم، مش هعمل صينية زيادة ليهم. بصوا بدهن بس بشوية لبن ومعلقة سكر، اي حاجة دهنيها، وهي دي بس اللي انا يعني رشيت عليها سمسم. وبصراحة كنت عايزة اعمل اللي هو زي الباتون ساليه دوت، احط عليه حبة البركة. برضو بقول لكم موضوع النور خلاني معرفتش يعني اشوف حاجتي ولا ادور على حاجة. خبزتهم زي ما هما، بس كانوا جمال جدا 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 والطعم كان روعة. والبيت كان ريحته بقى مقلوبة، وخير العيد وايام العيد كده. بجد القراقيش دي بتبقى حاجة حلوة قوي في البيت يا جماعة والله العظيم. وعايزة اقول لكم المقادير دي مظبوطة على الشعرة، يعني اعملوها وجربوا. واقول لكم تاني على السريع المقادير. الكيلو ونص دقيق انا حطيت عليه نص كوباية سكر مطحون، باكو بيكنج باودر، باكو خميرة، 3 معالق كبار لبن بودرة، معلقتين شمر على ينسون، 3 معالق سمسم ابيض، ظرفين فانيليا، معلقة ملح صغيرة.
هي دي كانت كل المقادير اللي احنا خدناها، وخدنا بتاع للعجن بتاع كوباية وربع مية، يعني خد مني كوباية وربع مية. وادي حاجتنا اهي بوريها لكم، بسم الله ما شاء الله، بصوا تحفة. يعني نستنى بس، مش اول ما تطلع كده نشيلها من الصاج، نستنى شوية كده، بعد كده كل حاجة هتخرج مننا. بصوا اهي، بصوا بقى دي عشان متختخة شوية، كانت مدياني طعم القرص الجميلة كده. سبحان الله، يعني انا بقوم في البيت اقول لهم والله بصوا دي نفس العجينة واحدة، بس تستطعموا كده تلاقوا دي طعم ودي طعم. دلوقتي هنشوف برضو الباتون ساليه اللي انا عملته، جميل جدا 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 وناعم كده، وكان يعني ليه جرشة برضو حلوة، بس هو كان عاوز شوية مية زيادة كمان اهو. بصوا انا بوريهولكوا، بصوا كان جميل جدا، حلو قوي قوي قوي. بصوا اقول لكم ايه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وانتظروني ان شاء الله في احلى الوصفات.